ايه هي حقن التخسيس العالميه اللي خلت ناس تخس 30 و40 كيلو وناس تانية يجي لها شلل في الامعاء؟ الاول اتاكد ان انتوا عاملين لي فولو. انا دكتوره يارا النواوي وده دايت السعاده. المونجارو حقن عالميه اتشهرت جدا، وبقت الناس كلها عماله تاخدها وتجيبها من بره وتقول لك ده النوع الايطالي وده النوع الامريكي. خسستني جدا، انا نزلت 30 و40 كيلو، انا خدتها لوحدي. ايه يا جماعه الحقن دي؟ الموضوع كبير جدا وهيحتاج شرح كتير، وان شاء الله هعمل لكم فيديو على اليوتيوب كافي ووافي عشان تفهموا كل حاجه. بس خليني اقول لكم الاول ايه هي الحقن دي. الحقن دي عباره عن ماده اسمها جي ال بي 1 وجي اي بي. الجي ال بي 1 ديت موجوده شبيهه لماده موجوده في جسمنا، ولكن ساعات بتنقص في جسم الانسان، واحيانا بنحتاج ان احنا ناخدها عشان تعمل الاكشنز اللي هقولها لكم دلوقتي. والجي اي بي دي مش موجوده غير في المونجارو. الجي ال بي 1 ديت موجوده في ادويه كتير كانت موجوده قبل كده في السوق زي الساكسندا وزي الاوزمبيك، لكن الجي اي بي ديت اقوى منها بكتير. الجي ال بي 1 بتقوم بالتلت المهمه، الجي اي بي بتعمل التلتين التانيين. ففي المونجارو موجود المادتين، بالتالي بنحصل على الثلاث تتلات، يعني بنحصل على افكت قوي جدا. تاثير المونجارو زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، المونجارو بتشتغل بتو اكشنز، جي ال بي 1 والجي اي بي، والاثنين دول بيعملوا تاثير رهيب وعملوا نتائج خطيره. ولكن مش اي حد يا جماعه ينفع ياخدهم، ولازم تحت اشراف طبيب. ولكن خليني في الفيديو دوت احكي لكم هما بيأثروا على إيه. اول حاجه هما بيشتغلوا على المعده، تاني حاجه بيشتغلوا على البنكرياس، تالت حاجه بيشتغلوا على الاديبوز تشو او على الخلايا الدهنيه، رابع حاجه بيشتغلوا على المخ. بيعملوا ايه في الاربع حاجات دول؟ اول حاجه بيعملوا تاثير قوي جدا على حساسيه الانسولين، بيزودوا حساسيه الخلايا للانسولين، وبالتالي الناس اللي عندها مقاومه انسولين هيبقى ممتاز جدا معاهم، خصوصا الناس اللي ما كانتش بتنزل في الوزن بسهوله. تاني حاجه بيعمل ايه؟ بيخلي المعده تبطأ حركتها، يعني الاكل اللي يقعد في معدتي كان بيقعد نص ساعه يقعد ساعتين، يقعد 3 ساعات. فبالتالي انا لما هاكل وجبه هحس ان انا مليان وشبعان مده اطول. ولكن ما ينفعش بقى معايا ان انا اكل وجبات دهنيه ووجبات دسمه، لان ده هيخليني بكل سهوله ارجع. كمان بيشتغل على الخلايا الدهنيه ويخليها تحسن حساسيتها للانسولين، وبالتالي دهون تطلع بشكل احسن وتتحرق احسن. وبيشتغل على المخ بان هو يخلينا نحس بالشبع ويرسل اشارات للمعده ان خلاص احنا شبعانين مش محتاجين ناكل. مين ينفع ياخد مونجارو ومين لا؟ المونجارو يا جماعه معمول هو وكل الساكسندا والاوزمبيك وكل الحاجات ديت معموله عشان الناس اللي عندها سكر من النوع التاني او مقاومه انسولين، نزولهم في الوزن صعب جدا، شهيتهم مفتوحه بشكل كبير ومش عارفين يسيطروا عليها. هل دوت حل سحري وسريع؟ لا. وما ينفعش ان انا اول طريق اخده هو ان انا اروح استسهل وادور على الحاجات ديت واروح كمان اجيبها من نفسي. ليه؟ لان الاثار الجانبيه للحاجات ديت كبيره. اولها ان انا احس بالغثيان وان انا معدتي مقلوبه. ثانيا هتاثر جدا على شهيتي، هبقى حاسس على طول ان انا مش قادر اكل. فانا لو شخص كانت شهيتي اصلا مش كبيره للاكل، او ان انا اقدر ان انا اسيطر عليها بان انا انظم اكلي واتعلم اخد بهيلثي لايف ستايل واكل صح، انا لما اخد الحاجات ديت هبقى ما غيرتش من عاداتي. مجرد ان انا خدتها سدت شهيتي، وبعد كده لما خسيت وقفتها برجع ازيد في الوزن تاني. ومش برجع ازيد في الوزن بسببها، انا برجع ازيد في الوزن بسببي ان انا ما عدلتش من عاداتي الصحيه. كمان انا ليه الجا للحاجات ديت وانا ممكن اشتغل على نفسي؟ فانا من الناس اللي برشح جدا ان انا لازم اقعد على الاقل 3 شهور ل 6 شهور بحاول ان انا اعمل دايت واعدل من عاداتي الغذائيه. ولما وزني يثبت ويبقى عندي الاسباب اللي تخليني محتاج ان انا الجا للحاجات دي اخدها، لكن ما ينفعش ده يبقى الحل السهل والسريع. ايه احسن نوع مونجارو ونجيبه منين؟ المونجارو نزل رسمي في 11 دوله حول العالم، ما كانش من ضمنهم مصر، وعشان احنا المصريين بنحب نتصرف ففي ناس كانت بتجيبه من بره. ولكن هل المونجارو اللي داخل من بره ده ينفع ناخده؟ للاسف لا، لان المونجارو والساكسندا والاوزمبيك كل الادويه دي اسمها ادويه ثلاجه، يعني لازم تتحفظ في درجه حراره من 1 ل 3. طب من 1 ل 3 ديت انا احفظها ازاي وانا جاي في الطياره؟ وفي الغالب الناس اللي بتبقى مدخلاها بتبقى مهرباها عشان بيبقوا مدخلين بكميات كبيره عشان يقدروا ان هم يبيعوهم بشكل تجاري. فبيعملوا ايه؟ بيخزنوهم في وسط الشنطه في وسط الحاجات، وبالتالي درجه الحراره اللي بيتعرض لها بتبقى كبيره جدا، فبالتالي بتتكسر الماده. فانت ممكن تكون جدا خدت مونجارو او اي حاجه من الادويه دي وما نفعتش معاك وما عملتش تاثير بسبب ان هي اصلا بقت ميه، بقت متكسره وما لهاش اي افكت. بالتالي اللي لازم ناخده اللي يكون وصل بطريقه صحيحه. مش هيوصل بطريقه صحيحه الا لو داخل بطريقه صحيحه، وده اللي وفرته شركه ايفا بالتعاون مع شركه ليلي المنتجه للمونجارو، ان هم وفروه في مصر. دلوقتي
احسن طريقه واحسن مونجارو تقدر تاخده هو اللي موجود في الصيدليات فقط. ده غير ان اصلا سعره اوفر يجي تلت سعره من اللي بيتباع بره. الافكت بتاعه هيبقى احسن مليون مره من الحاجات التانيه. وطبعا مش هتكلم عن شبيه المونجارو اللي بيتباع والله اعلم ده متصنع فيه.